النهارده هنتكلم عن ليه اللي سابك بيرجع تاني ويبقى عايز ايه. اول ما بتعملي بس وشك كده بتدوري وشك عنه بتلاقيه رجع لك. ليه؟ ايه السر في كده؟ دايما انتي بتدوري على السؤال ده. هو ليه رجع لي؟ هو مش خلاص؟ طب واعمل ايه لما يرجع؟ هكلمك بشكل تفصيلي ليه بيرجع وبيعمل ايه لما يرجع وايه رسالتك في رجوعه ليكي. اول حاجة، هو ليه بيرجع؟ اولا سحب الطاقة. فهمي يعني ايه سحب الطاقة؟ لما انت تبقي بتفكري في حد يوميا مخك جسمك بيبعت اشارات، نفسك انت بتقعدي تدوري عليه، كل دي طاقة بتبعتيها للشخص. الطاقة دي طاقة احتياج، فالطاقة دي بتوصله بقى على شكل مراقبة انت بتعمليها فبيعرف، توصله على شكل بوستات بتنزليها، ستوري بتنزليها، شكلك فيه احتياج، شكلك الخارجي ان انت بتحاولي تظهري نفسك قوي ليه. كل الحاجات دي بتوصله وهو فاهمها ان انت بتظهري نفسك ليه. فهو لما بيحس كده بيبقى مطمن، خلاص انا بقى ايه هعيش حياتي وكده كده هي موجودة وعايزاني واحنا سايبين بعض، طب ما اخليها هي اللي ترجع وتحاول هي معايا. ليه انا اعمل مجهود؟ ما هي بتعمل مجهود لوحدها. طاقيا هو بيبقى حاسس بيك ان انت عايزاه. فاول ما بتفصلي طاقتك النفسية عنه، وكمان لو ارتبطتي بحد تاني دي اسرع طريقة بيرجع لك فيها. مش دايما بنلاقي واحدة مثلا عملت موف اون ترتبط بشخص تاني فالشخص القديم يرجع اول ما ارتبطت. ليه؟ علشان دي اقوى طريقة لما تسحبي الطاقة من الراجل اللي كان في حياتك ان انت ترتبطي بحد تاني. بس انا مش برشح الطريقة دي لاني بتبقى طاقتك اللي انت بتوجهيها للشخص التاني وسحبتيها من ده بتبقى فيها نيجاتيف، بتبقى الطاقة سلبية. الطاقة الجديدة اللي بتدخلي فيها من احتياج مش من حب. فلما بتدخلي من احتياج بتبوظي العلاقة الجديدة. علشان كده بقول يا بنات ما نرتبطش على طول بعد الانفصال. لازم ناخد فترة بريك مع نفسنا، نلملم أوجعنا، نتعلم الدروس صح، نفهم العلاقة دي انتهت ليه وايه الحاجات اللي أنا محتاجة أتعلمها. لان مفيش علاقه بتفشل غير لما تكون جايه تعلمك حاجه في نفسك. فافهمي الاول الدروس قبل ما تخشي علاقه جديده. فاسحبي طاقتك واديها لنفسك. انت متخيله كل يوم قاعده تفكري في شخص وتعيطي على شخص، او شغاله كل يوم تراقبي شخص وهو قاعد مش سائل فيكي؟ هو قاعد مش في دماغه خالص زعلك، هو عارف ان انت زعلانه وعارف ان هو ظلمك وعارف ان هو كان وحش معاكي، وانت قاعده تغذيه طاقه، تغذيه نفسيا، تفكري في حد مش بيفكر فيكي. على فكرة الراجل لما بيعمل موف اون بيعمله احسن من الست، عشان عنده حاجات تانية بتشغله. مستقبله، بيهتم بمستقبله اكتر من الست للأسف. لكن الست مستعدة تقعد تضيع في مستقبلها علشان خاطر حد عادي، تقعد تزعل وتحزن وتخش في مشاعرها وهرموناتها اكتر. فهو خسارة فيه التفكير. قولي لنفسك انا خسارة ان انا افكر فيه، خسارة ان انا اديله من وقتي. هو ما بيفكرش فيا، انا المفروض ان انا شيء غالي. هو ما حافظش عليا وما عمليش قيمة، انا اعمل له قيمة بالتفكير فيه. انا لما اقعد افكر فيه كل يوم واقعد اشغل نفسي بيه واقعد كل يوم ابعت له مشاعر وحب. عارفين زي ايه؟ عارفين اكيد سمعتوا عن طاقة الجذب وطاقة التخاطر، الكلام ده حقيقي. ولكن هو مش بيبقى ايه، انا قاعده كده لا بيا ولا عليا، قاعده فقررت ان انا وانا في مكاني يا اللي بتسمعيني عامل لك طاقه تخاطر. ده اسمه هبل. ولكن يعني ايه تخاطر؟ التخاطر ده ان انا طاقتي كلها احتياج وحب الشخص، الطرف التاني هينفر منك. علشان كده انا ضد التخاطر، ضده بكل مقاييسه. انت بتعملي طاقة نفور، ما اسمهوش تخاطر، اسمه نفور. مفيش حد، بصوا ربنا عرفه بالعقل، مفيش حد مسخر لحد. يعني انا مش قاعده كده هروح ابعت له رساله يلا اتصل عليا كلمني، هو مش تحت امري. مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها ان انا كل حبي وكل وقتي ومشاعري وطاقتي هو حاسس بيها. الارواح بتحس ببعض، فحاسس ان في حاجه تقيله عليه. هو بقى بيفسر ده ازاي؟ في تقل، في حاسس ان انت موجوده. البادي لانجوج بتاعتك عايزاه، صورك اللي بتنزليها معناه ان انت عايزاه، معناه ان انت بتلفتي الانتباه. الشخص اللي عايز يلفت الانتباه بيبقى باين قوي عليه. هو طالما حاسس كده بينفر منك. عشان كده مهم قوي تسحبي كل ده وتوجهيه لنفسك. امسكي ورقه وقلم، صاحبي الورقه والقلم، اكتبي فيها الشخص ده طلع ليه من حياتي، ايه عيوبي وايه عيوبه. طب هو طلع ايه؟ طيب انا ايه عيوبي دلوقتي وايه اللي انا محتاجه اشتغل عليه؟ واحد اتنين تلاته اربعه. كل الحاجات دي اشتغلي عليها. انت كده بدأتي توجهي طاقتك لنفسك. تركزي بعد ما تكتبي كل حاجة في الورقة والقلم وتفسري العلاقة دي. المخ بيحب قوي الترتيب. أخصائية نفسية بعملها مع حد
محتاج مني استشارة. بقول له طلع ورقة وقلم واكتب لي كل حاجة دلوقتي انت حاسس بيها وعايزها في حياتك. المخ بيحب الترتيب. كتبتي كل حاجة عن العلاقة كأنك بتكتبي لي باراجراف. اكتبي باراجراف العلاقة، اسمه تفريغ للمشاعر. انا ناقصني كذا، محتاجة اشتغل على كذا، محتاجة اعمل كذا. الدرس ده، العلاقة دي علمتني درس مهم قوي، علمتني واحد اتنين تلاتة. انا كده الطاقة اللي انا حطيتها في الورقة هبدأ اشتغل عليها. اشتغلت على نفسي، على شكلي، على جسمي، على صحتي، على الاكل اللي بيدخل اللي بيأثر على مشاعري. اطلبي مني فيديو الاكل. عايزة اكلمك عن حاجة مهمة جدا جربتها شخصيا. احترامك لجسمك واحترامك للاكل اللي بيدخل جسمك مهم قوي وبيأثر على مشاعرك. اعملي ترانسفورميشن كامل ليكي، هتتحولي، هتبقي بنت تانية خالص. مش عشانه هو، علشان انتي ما تتسابيش لنفسك غرور وحب لنفسك. فلما حضرتك تشتغلي على نفسك كل الطاقة وكل الاتنشن ده هيبقى ليكي انتي. فهو بقى هيحس بحاجة غلط. ايه هي بقى؟ لو هو في حد في حياته، عشان اكون صريحة معاكي، مش هيحس دلوقتي خالص. هيحس لما تبقى العلاقة اللي هو فيها برود، او ما فيهاش نفس الحاجات اللي انت كنتي بتقدميها. وقتها هيفكر فيكي، وانت طبعا صاحبه الاتنشن وصاحبه الاهتمام منه. وقتها هيفكر فيكي، هيقول هي راحت فين؟ هي اللي كانت بتكلمني وهتموت عليا وبتحبني دي، وكانت علاقتنا تحفه وكانت مهتميه بيا وكانت فظيعه معايا، راحت فين؟ ليه بقى هيبدأ يحس كده ويفكر في كده؟ لما العلاقه دي ما تريحوش، او لو ما دخلش علاقه في حياته هياخد فتره كده عامل نفسه الجامد اللي ارتاح خلاص، اللي ارتاح من زنك وارتاح من العلاقة الصعبة دي، العلاقة اللي ما تنفعوش. ويجي بعد فترة يقول ايه ده، هي بتدورش ورايا، هي مش بيداني اتنشن ليه، هي مش عايزاني. هيحس بحاجة غلط، في حاجة في روحه هتبقى تعباه. هو انا فيا حاجة غلط؟ هي ليه مش عايزاني؟ عايزه اقول لك الراجل موته وسمه ان الواحدة ما تجريش وراه لما يتساب، ما يسيبك. يا لهوي ايه ده، دي مش انا مش شايفها حتى بتعمل حاجة، مش بتحاول تلفت انتباهي ولا اعرف حاجة عن حياتها. وده مش معناه ان انت تعملي بلوك في كل حاجة. اكتفي بالريموف وبس، ولا تظهري نفسك. خليكي كده تقيلة شوية. هي مش بتعمل حاجة مخصوص عشاني، دي مش بتلبس اللبس اللي بيستفزني. يا ترى في حد في حياتها؟ شكلي اتنسيت. هيبدأ بقى يفكر. التفكير ده بقى اللي هيجي في دماغه هيوصل لك، وهتحسي ان انتي مرتاحة اكتر، وهتحسي ان انتي بدأتي تحبي نفسك اكتر. شوفي مجرد تفكيره فيكي هيوصل لك مشاعر وطاقة، طاقة حب كده لنفسك. هتحسي بانتصار من غير ما تقولي انا، من غير ما يحصل موقف مباشر، انتي هتحسي باحساس انتصار. فانا عايزاكي تعيشي اللحظه دي، اللي هو ايه بقى، انت في طاقتك مكتفيه بنفسك وبتشتغلي على العيوب اللي احنا كاتبينها. وحتى لو انت زي الفل وما فيكيش عيوب، بتشتغلي على مميزات اكتر بتضيفيها في نفسك. هو بقى قاعد، هي راحت فين؟ فيبدا يعمل ايه؟ هيعمل حاجه برضو من الحاجتين. لو عايزك بجد هيعمل خطوه، ولو مش عايزك بجد وعايز الاتنشن هيعمل خطوه. عايز الاتنشن ومش عايزك بجد، هيعمل لايك، هيعمل لك اي حاجه فيها نكش، زي شوف الستوري بتاعتك حلويتي، يكتب لك كلمة زي كده، حاجة كده سطحية خالص. اعرفي ان ده جاي ينكشك، جاي يشوفك انتي. عشان في ناس بيسمعوني مش مصريين مش هيفهموا المصطلح ده، انا بكلمكم بمصطلحات عفوية. يعني ينكشك يعني يلفت انتباهك. هي يلفت انتباهك يروح ايه؟ باللايك او بستوري او يرد عليكي في السناب شات في اي حاجة بقى. ده اسمه عايز ياخد طاقتك تاني ليه، عايزك تبصي عليه، عايزك تديله انتباه، عايز يشوف ان هو لسه مأثر على حياتك او لا. مجرد بس يشوف نفسه هو تأثيره لسه في حياتك، عشان ده يزود ثقته بنفسه ولا لا. في ناس كده بتحب اللي هو تخش في حياة غيرها علشان بس تاخد الاتنشن، مش عشان حب، عشان بس تحس ان هي مرغوب فيها. فلو عمل كده اعرف ان هو عايز بس ياخد الاتنشن. لو بقى دخل كلامك مباشر، ازيك عامله ايه اخبارك، واتكلم كلام مباشر، وقتها تردي عليه رد مباشر، مش بلهفة، مش تاخدي كل طاقتك الحب اللي انت اديتيه لنفسك تديهوله، لا. تبقي راكزة قوية نفسيا وتردي عليه بمنتهى القوة النفسية. وقتها بقى تردي عليه وتقولي له وتتكلمي معاه، وتشوفي الشخص اللي قدامك عايز ايه منك. عايز رجوع، تتكلمي على طول في خطوة رسمي. لو العلاقة ما كانتش ما بينكم رسمي وانتهت كده، يعمل خطوة رسمي وما تخلقيش أعذار. اهم حاجه وانت بتطلبي الخطوه الرسمي ما تبقاش بطريقه ان انا مش هكلمها غير لو عملت كده، بطريقه لو يدرع، لا، اعمليها بدبلوماسيه وذكاء. اهلي شادين عليا الفتره دي،
الفترة اللي انت طلعت فيها من حياتي انا قربت من ربنا، والصحوبية حرام. استخدمي اي حاجة تحافظي بيها على نفسك، لان اللي سابك وانتوا متصاحبين ممكن يسيبك تاني. فعلى الاقل خلي الخطوة رسمي، خلي حد يعمل عشانك حاجة. لو هو فعلا عايزك هيعمل عشانك خطوة رسمي، لو مش عايزك هيلف ويطلع من حياتك ومش هيرجع تاني، عشان عارفك ان انت البنت الغالية اللي تطلب حاجة رسمي. وما تخافيش تطلبي حاجة رسمي، عززي من قيمتك. انت كنت بتتصاحبي قبل كده وكنت مرتبطة بيه من غير اي حاجة، بس انت دلوقتي اتغيرتي، الزمن بيغير، سابك شهر شهرين ثلاثة وراجع لك، ما بقيتيش زي الاول، اتغيرتي، كل حاجة فيكي اتغيرت. بيني له التغيير ده. ماما رافضة، بابا رافض، جالي ناس متقدمين لي، لازم انت تتقدم لي. انا هعوزك هعمل العشرة اللي ما بيننا، بس مش هينفع اعوزك بنفس الطريقة اللي كنا فيها قبل كده. شغلي دماغك عليه، علشان اللي سابك ممكن يسيبك تاني، علشان كده لازم تشغلي دماغك عليه. وقتها بقى الراجل هيبان على حقيقته، يا اما شريكي فعلا يا اما بيتسلى بيكي. ووقتها لو هو راجع بس عشان ياخد الاتنشن، اديله على دماغه. ازاي بقى؟ لما يجي يعمل اتنشن اعتبريه هوا، مش متشاف، انتي مش شايفاه اصلا. انت بتعمل اتنشن، انا مش شايفاك، مش هدي اي ردة فعل، بالعكس هتعمل لي لايك على ستوري او هترد على اي حاجة او هتعمل لاف. هاجي بعدها اقعد فترة ما انزلش اي حاجة خالص، عشان مش مستنية منك حاجة تانية، وكأنه مش موجود. بكثفش بقى البوستات بتاعتي، واكثف بقى من ظهوري، عشان يا حرام فرحت ان هو ظهر في حياتي. لا، اتعامل كأنه هوا مش موجود. لما يتكلم بشكل مباشر اتكلم انا كمان بشكل مباشر. اتمنى اكون رديت عليكي في الفيديو ده، ولو استفدتي ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة لانه بيفرقوا معايا قوي. واعملي كومنت، اكتبي لي استفدتي من الفيديو ولا لا، واكتبي لي بتمر بايه دلوقتي. اشوفك في فيديو جديد. باي.